حق منال نجيب لازم يرجع. حادثة بشعة وأليمة جدا في محافظة بني سويف، وهي الست دي اسمها منال نجيب. منال أم ل3 بنات وولد، وكانت متجوزة أكتر من 20 سنة، وكانت عايشة طول حياتها كلها في ذل وضرب وإهانة وشتيمة من جوزها، وكمان كانت مستحملة كل الإهانة والضرب اللي كان يحصل لها ده بس عشان تربي الأولاد والأولاد يعيشوا مع باباهم. ده ما كانش بيصرف عليهم أصلا ولا على عيالها، وطبعا عشان الست دي كانت عايزة تعيش نزلت هي واشتغلت، وهي اللي كانت بتصرف على الأولاد. ده مش بس كده، خد التقيلة كمان إنه كان بيضرب الأولاد وبيعذبهم جامد جدا، لدرجة إن العيال كانوا بيقولوا قبل كده إن أبوهم فتح عليهم الغاز وحبسهم وقفل عليهم باب الشقة طبعا عشان يموتوا. ايه اللي حصل بقى للست دي بعد 20 سنة؟ خلاص هي بقى زهقت وجابت اخرها وطلبت منه الطلاق، ولما قالت انها عايزة تتطلق اعتدى عليها وضربها وشتمها وسحلها. منال خافت طبعا وطلعت تجري من الدور الاول اللي ساكنين فيه للدور التاني، وهو طبعا جري وراها وفضل يضرب فيها بعصيان وكمان بطوب لحد ما دماغها اتفتح. بناتها اتصلوا بالاسعاف والاسعاف جت واخدوها، وفضلت قاعدة في المستشفى اكتر من شهر، وكان عندها نزيف حاد وكسر في الجمجمة، ولكن مع الأسف الشديد اتوفت وفقدت حياتها. جوز منال بقى لما عرف ان بناتها اتصلوا بالإسعاف وجت أخدتها، هو اتصل ببناتها وهددهم انه هيقتلهم. جوز منال اتحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنين، وشوفوا بقى الوحشية اللي هو كان فيها. قال ان بعد ما يخرج بعد 7 سنين هيخلص على الأولاد ال4. ياريت طبعا كلنا نفعل هاشتاج حق منال لازم يرجع، لان الست دي حرفيا مظلومة.